دي الخلاصة السريعة لمقومات ومستقبل السياحة في قارة أفريقيا. قارة أفريقيا بصراحة كنز سياحي ضخم جدا، بس لسه ما استغلناهوش بالكامل. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه اللي بيميزها وإيه اللي بيعطلها، وإزاي القارة دي بتخطط لمستقبلها. أولا خلينا نتكلم عن ثروة أفريقيا السياحية. القارة دي حرفيا عاملة زي متحف مفتوح جوه أكبر محمية طبيعية في العالم. يعني عندك تنوع رهيب، من حياة برية ومحميات في كينيا لجزر ساحرة زي زنجبار في تنزانيا وجزيرة الجيفتون عندنا في مصر. ده غير ان روح الضيافة متأصلة فيها. وتخيل ان المصريين مثلا أخدوا المركز الثامن عالميا في مؤشر مساعدة الغرباء سنة 2021. طيب، لما يكون عندنا كل التنوع الرهيب وكرم الضيافة ده، تفتكروا ايه اللي ناقصنا؟ ليه أفريقيا في المركز الرابع عالميا بس في عدد السياح؟ ثانياً، الإجابة على السؤال ده بتاخدنا للمطبات اللي بتعطل السياحة. المشكلة الحقيقية مش في جمال المكان، المشكلة في إنك توصل ليه. يعني السائح أكيد محتاج طريق ممهد وأمان قبل ما يفكر يتصور مع الطبيعة. الأزمات دي متلخصة في ضعف البنية التحتية والمواصلات، انتشار بعض الأوبئة، النزاعات السياسية. ده غير عائق مهم جدا، وهو إن كتير من السكان المحليين ما بيتكلموش إنجليزي. أخيراً، إيه هي خطة الإنقاذ؟ القارة أكيد ما بتتفرجش على المشاكل دي في صمت. في مبادرات شغالة زي حملة اكتشف أفريقيا 2024 عشان تنشط التسويق، وأجندة أفريقيا 2063. ولو بصينا على مصر بالذات هنلاقي خطة طموحة جدا للوصول ل 30 مليون سائح في 2028. والأذكى من كده تحويل تلت فنادق مصر لفنادق خضراء حاصلة على شهادة النجمة الخضراء. دي حرفيا حركة بتضرب عصفورين بحجر، بتحمي بيئتنا وفي نفس الوقت بتجذب السائح الحديث اللي بيهتم جدا بالاستدامة. افريقيا بتعيد ترتيب أوراقها عشان تاخد مكانها الحقيقي على الخريطة، والمستقبل في السياحة هيكون للي بيعرف يطور نفسه من غير ما يخسر هويته وبيئته.